الشوط الثاني بان فيهم العيا بزاف بحكم انهم كانوا لاعبين بالنهار. التعادل ما كيعنيش الهزيمه. في الماتش الاخر غادي خصهم يتقاتلوا باش يجيبوا الرباح، حيت ما خدامش لهم يفكروا في التعادل. كون ربحوا في هذا الماتش غادي يرتاحوا في الماتش الجاي. دابا ما عندهمش الراحه، يعني خصهم يفكروا ويديروا في بالهم باللي راه الماتش الجاي هو نقطه العبور. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي يتلونسا في اليوتيوب وفي الانستغرام والفيسبوك. ما بقى والو، الماتش باش يبدا اليوم باش نتفرجوا في المنتخب وغادي نشوفوا النتيجه اليوم كيفاش غادي تكون. نتمنوا انها تكون ايجابيه. خليكم معايا، غتشوفوا معايا اللحظات. غنمشيو نتفرجوا في الكافي وغادي نصور ادق التفاصيل. ما نساوش بلي المنتخب المغربي فرحنا في كاس العالم، وما نساوش بلي في الجيل السابق ديال المنتخب المغربي عشنا فيه بزاف ديال النكسات، وهذا الشيء علاش كنا نستاهلوا نفرحوا فرحه كاس العالم وبقينا كنطمحوا في القادم. وبالفعل رجعات الضحكه في الوجوه وسط الخوف من الرجوع الى السيناريوهات السابقه. الغيره اللي فينا من جهه منتخبنا الوطني كتنطلق من القلب، وهذا الشيء كان كيبان في وسط اي مباراه كنتفرجوا فيها. هاد التشجيعات ولات حتى عند الصغار ورجعات حتى للكبار اللي شحال هادي ما عاشوش هاد الفرحات من قبل كاس العالم. واحد الحاجه اللي خاصنا كاملين نتقبلوها هي خاصنا نتقبلوا اي نتائج كما كانت، حيت ماشي انا ولا انت اللي كنتحكموا في المباراه بطريقه مباشره، وانما الجمهور المغربي كيبقى متحكم في اي تظاهره رياضيه بطريقه غير مباشره، واللي كيتحكم من الدرجه الاولى في اي مباراه كما كانت او لا اي كومبيتيسيون كدار ديال كره القدم كيتحكموا فيها اللاعبين مع التقطير ديال المدرب وبزاف ديال العوامل. من بعد ما داز الشوط الاولاني غادي نمشيو نكملوا الشوط الثاني بالطريقه اللي انا كنتعامل معها مع اي مباراه، سواء في كاس العالم ولا في هاد كاس افريقيا. كنمشي كنتفرج في المباراه كل تشجيعات وحماس، ولكن كنبقى دائما متقبل اي نتيجه كما كانت. ما بقاش نقول بلي راه 100% غادي تكون نتيجه ايجابيه، وملي كيجي شي سيناريو نتغير داكشي انا ما كنتوقعو نتصدم في الاخير ونمرض. هادشي علاش اي نتيجه خصك تقبلها بروح رياضيه. وهذا مكان، والسلام عليكم. الماتش تسالى التعادل ما بين المغرب والكونغو الديمقراطيه. كان الماتش قاصح ديال بصح، تسقلوا بزاف ديال الفرص فاش ماركا المنتخب ديالنا. الشوط الثاني بان فيهم العيا بزاف بحكم انهم كانوا لاعبين بالنهار. التعادل ما كيعنيش الهزيمه. في الماتش الاخر غادي خصهم يتقاتلوا باش يجيبوا الرباح، حيت ما خدامش لهم يفكروا في التعادل. كون ربحوا في هذا الماتش غادي يرتاحوا في الماتش الجاي. دابا ما عندهمش الراحه، يعني خصهم يفكروا ويديروا في بالهم باللي راه الماتش الجاي هو نقطه العبور. ان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق ونتلاقاو ان شاء الله في الماتش الجاي. نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش ديما التشجيعات، وراه الروح الرياضيه هي اللي كتبقى من هذا الشيء كامل. وكما شفتوا في الفيديو لحظات ديال التشجيع تاع الناس اللي كيتفرجوا في الكافي. نتلاقاو ان شاء الله في الماتش الجاي، والسلام عليكم.